دكتور جون بارج عمل تجربة عملية مهمة جدا على الكلام اللي بنتكلمه وبنفكر فيه بيأثر فينا قد ايه. فجاب مجموعتين وحط كل مجموعة في غرفة، ادى كل مجموعة عدة كلمات وطلب منهم خلال ساعتين يكونوا منها جمل مفهومة. المجموعة الأولى اداها كلمات سلبية، بمعنى ايه؟ عجوز، يتوكأ، عكاز، بطيء، كلها كلمات سلبية. المجموعة التانية اداها كلمات كلها إيجابية، يعني شاب، طموح، نشيط، سريع، يجري إلى آخره. وطلب من دول ياخدوا ساعتين ودول ساعتين يكونوا جمل مفيدة. وبعد الساعتين طلب منهم يتقابلوا في قاعة على نفس المسافة، وحسب المدة اللي هتاخدها كل مجموعة تاخد قد ايه وقت تروح للقاعة. تذهل لما تعرف ان المجموعة الاولى اللي كانت بتفكر في كلمات سلبية خدت ضعف الوقت وهم رايحين القاعة، لان طول الوقت عمال يفكروا في ايه؟ عجوز، يتوكأ، بسيط، مجهد، تعبان إلى آخره. الكلمات اللي بنفكر فيها طول النهار والليل بتأثر فينا كتير جدا. عارف السيلف توك؟ يا ترى بتكلم نفسك تقول ايه؟ بتقول ايه لنفسك طول النهار؟ أرجوك عايزك من دلوقتي تتعهد، لو عايز تنجح وتكون مثمر ومؤثر، انك تكون ايجابي مع نفسك. تقول انا اقدر، انا استطيع، الله معايا، الله في صفي، الله جنبي، هينجح طريقي. اول ما تبدأ يومك قول الكلمات دي، قول استطيع كل شيء، قول انا النهاردة هنجح، قول الله هيبارك خطواتي، واؤكد ليك سوف تنجح. من قلبي اتمنى لك النجاح.